بعد شهر من الاستخدام اقدر اقولها بصراحة، الايفون الجديد قوي، ولكن للان ما مصدق ان بندخل 2026 وبعد الايفون يفتقد هذه الميزة. التصميم الجديد حلو انه تغير، لان بصراحة ملينا من نفس التصميم في اخر 5 سنوات، ولكن التصميم مش خرافي، واستغربت من قلة خيارات الالوان. يعني معقولة ايفون محترف ما في لون اسود؟ سرعة الشحن صارت 40 واط، يعني في 20 دقيقة يشحن نصف البطارية، والشحن اللاسلكي صار لأول مرة يوصل ل 25 واط. علشان كذا يو جرين اطلقت شواحن خاصة تدعم هذه التقنية، واللي صارت معيار عالمي. هذا يعني ان الاجهزة الرائدة في عالم الاندرويد راح تقدر تستفيد من نفس التقنية. يعني تخيل معاي لما اكون مشغول احط هذا الشاحن لمدة 10 دقائق بس، ولما اشيله يظل شغال لساعات. وهذا المنتج ممتاز لمحبي السفر والتنقل، لأن حجمه صغير وثابت. وفي مكتبي حط هذا الشاحن اللي يشحن 3 أجهزة في نفس الوقت: الآيفون، الساعة، والسماعة. والجميل ان كل هذه المنتجات فيها منفذ USB-C اضافي لو حاب تشحن اجهزة اكثر. روابط هذه المنتجات راح تحصلوها تحت الفيديو. الشاشة الأمامية للآيفون تغيرت بشكل كبير. تعمدت أني ما أركب له أي حماية، لا في الخلف ولا في الأمام، علشان أجرب التكنولوجيا اللي حطتها آبل. وفعلا ما كذبت لما قالت أن الزجاج الأمامي مقاوم 3 مرات أكثر ضد الخدش. لاحظوا كأنه جديد توني مطلعنا من الصندوق. معلومة مهمة: 90% من حمايات الشاشة في المحلات تقلل من جودة الشاشة، فالحماية الجديدة خلتني أستمتع بالجودة الحقيقية للشاشة، خاصة أنها فيها مانع انعكاس، بس طبعا مش بمستوى الجالاكسي. والحماية نفسها موجودة في الخلف، ولكن فقط في الجزء هذا للشحن اللاسلكي. اللي استغربت منه ان ابل استبدلت التيتانيوم القوي بالالمنيوم الضعيف. حتى في الايفون 15 برو ماكس كان في الفولاذ اللي هو اقوى من الالمنيوم بمراحل. هذا يعني اي طيحة راح يشوه الجهاز بسهولة، ومع الالوان الفاقعة والالمنيوم راح تبين الخدوش. ولكن لا تصدقوا التضخيم الاعلامي، فعلا الجهاز ضعيف، ولكن انا استخدمته شهر كامل، فقط سقوط 1.5 متر خدش الجهاز، اما الباقي تمام. اما الاداء ما يحتاج نتكلم عنه، مثل كل سنة الاداء جبار، فقط المشاكل دايما تكون في البرمجة. اللي يميز الايفون فعلا هو السلاسة، مستحيل تحصل اي جهاز بهالسرعة والسلاسة في التقريب والالتقاطة. بس لاحظت ان النظام صار اقل استقرارا وفي اخطاء، يعني على سبيل المثال لما اجي احدد النصوص مش مثل قبل. معلومة سريعة: ابل تنزل نظام جديد كل سبتمبر، وعادة يكون ما ثابت، خاصة مع الاجهزة القديمة، وبعد عدة تحديثات يصير ثابت ومستقر لحد ما تنزل نظام جديد مرة ثانية. الكاميرات تطورت بشكل واضح، وخاصة كاميرا السيلفي صارت أوضح، أوسع، أكثر دقة، وبصراحة استمتعت باستخدامها. والحين ما يحتاج تقلب الهاتف علشان تصور سيلفي، وحتى عينك تبين أنك تطالع على الكاميرا. فبصراحة الكاميرا الأمامية تغييرها ملحوظ. أما كاميرا التقريب قلت، صارت 4x بدل 5x في السابق، ولكن زادت الدقة اللي فيها، فصار ممكن تقرب ل 8x بدون لا تخسر الجودة بشكل كبير. ففي الصور مع 8x الالتقاطة جميلة، ولكن في الفيديو بتلاحظ شوية قلة الجودة، وأن التقريب مش 8x حقيقي. بس بشكل عام وخاصة مع سرعة الالتقاطة والسلاسة، التصوير جبار في الجهاز. بخصوص الحرارة، وهو أكبر تغيير لاحظته في الجهاز، خلاص انعدمت الحرارة ولا صرت أحس فيه إطلاقا. أسوي مونتاج على الجهاز، أصور فيديوهات 4K 120 فريم، ولا في أي حرارة إلا لما أشحنها شحن سريع. ولكن أنا ما ألعب ألعاب ثقيلة، ولا يعني استخدامي متوسط نوعا ما. أما البطارية تحسنت بشكل ملحوظ لسببين: السبب الأول صار حجم البطارية أكبر، وخاصة النسخة اللي ما فيها شريحة اتصال الإيسم، واللي خاصة لدول الخليج. والسبب الثاني هو تقليل الحرارة. الحرارة تقتل البطارية، ولأول مرة في حياتي لما أجي أنام من بدري على الساعة 11 تقريبا أحصل البطارية بين 20 إلى 30%. هالسنة التحسينات مش جذرية، ولكنها كثيرة وتخليه جهاز شبه مثالي، ما عدا الجسم والذكاء الاصطناعي اللي بتكلم عنه بعد شوي. ولكن أشوفه جهاز يستحق الاقتناء، خاصة لو عندك آيفون 12 أو أقدم. ولكن إذا كنت مستخدم ثقيل، أوكي، الآيفون 13 إلى 14 أيضا يعني راح تلاحظ فرق.
ولكن للآن منصدم أن بندخل على 2026 وما في زر يخليني أتكلم مع الذكاء الاصطناعي بدون الحاجة لألمس الهاتف أو أني أفتح تطبيق. ولكن على الأقل قدرت أفتح المحادثة الصوتية للشات جي بي تي من خلال زر المهام، ولكن لازم يشوف وجهي. أتوقع في تحديث 26.4 نبدأ نشوف مميزات الذكاء الاصطناعي اللي قاعدين ننتظرها، فخليك متابع القناة علشان تكون في الصورة أول بأول. شكرا على المتابعة وأشوفكم الفيديو القادم.